واش عمرك شفتي واحد خدام 12 ساعة واقف في الحر، في الشتا، في الليل، وكيقول ليك راه السميك؟ لا خويا، هذا ماشي السميك، هادشي سميتو استغلال. كاين شركات في المغرب كتشري وقت الناس بثمن رخيص وكتبيعو بربح كبير، واللي فتح فمو كيتبدل. يعني اين فوا تهضر غيصيفطوك. راه البابا جواد. الا كنتي كتسمع دابا راه هاد الفيديو عليك ولا على شي واحد كتهمو. كاين واحد النوع ديال الظلم اللي ما كيهضر عليه حتى واحد، حيت الناس اللي عايشين وتعبانين بزاف باش يهضروا عليه. كنهضروا اليوم على ناس خدامين في السكوت، ناس واقفين على رجليهم النهار كامل في الشمس، في الشتاء، في الليل. كنهضروا على الحراسة الخاصة. الحارس الخاص في المغرب ماشي غير واحد واقف في الباب، راه إنسان عنده عائلة، كرا ومسؤوليات. ولكن بزاف ديال الشركات كتشوف فيه غير رقم في الفاتورة. كاين شركات كتخرج تقول راه كنخلصوا السميك وكل شي قانوني، ولكن السؤال الحقيقي هو السميك مقابل شنو؟ واش مقابل انك تكون عبد ليهم اولا شنو؟ السميك راه مقابل ساعات محددة، ماشي مقابل 12 ساعة ديال الخدمة، وماشي مقابل الوقوف متواصل بلا راحة. كاين حراس كيدخلوا مع 7 ديال الصباح وكيخرجوا مع 7 د العشية، وكاين اللي كيدير حتى 24 ساعة ديال الخدمة متواصلة، وفي الأخير نفس السميك. لا تعويضات على الساعة الإضافية، لا عطلة حقيقية، ولا حتى كلمة شكرا. الحارس كيشد البوابة، كيكون أول واحد كيواجه الخطأ، كيوقف المشاكل قبل ما تكبر. ولكن أقل خطأ كيتحسب عليه. الا مرض ينقصوا له في الصالير تاع داك النهار اللي ما خدمش. الا طلب راحه ماشي وقت الراحه دابا. الا هضر كاين اللي غيخدم بلاصتك، يعني غيسير غنجيبو ما احسن منه. الشركه كتربح والحارس كيدفع الثمن بصحته وعمره حتى بعائلته اللي ما كيجلسش معاه. الا كنتي دابا كتشوف هذا الفيديو وكتقول راه هذا واقع كنعيشوه، دير لايك باش يوصل الصوت. وإلا كنتي خدام سيكوريتي أولا خدام في شي قطاع آخر ووقعت لك نفس الحاجة، كتب لينا في التعاليق، راه التعليق ديالك ممكن يوعي شحال من واحد آخر. وما تنساش اشترك في القناة، حيت هذا المحتوى ما غاديش تلقاه في أي بلاصة. واش هذا عادل؟ واش السميك ولا رخصة للاستغلال؟ القانون ما عطاش السميك باش تسكت العامل، عطاه باش يضمن ليه حد أدنى ديال العيش بكرامة. واخا راكم عارفين اخوتي السميك في المغرب راه ما سميك ما والو. هاد الناس ما باغيين لا صداقة ولا شفقة، باغيين غير حقهم، خدمة قد الخدمة وأجرة قد التعب. إلا كان السميك هو الحد الأدنى للأجر، راه حتى الكرامة عندها حد أدنى. إلا وصلتي لهنا دير لايك، اشتراك في القناة، وشارك الفيديو مع شي واحد خاصو يسمع هاد الكلام، حيت السكوت هو اللي كيخلي الظلم يكبر.